أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. النهاردة تيتا ميري هتعمل لنا تورتة باستا فلورا، بسيطة وسهلة وجميلة جدا وصيامية وبتدوب في البق وبطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ نعملها مع بعض خطوة خطوة. دلوقتي يا حبايبي هنبدأ نعمل مع بعض تورتة باستا فلورا صيامي جميلة جدا، بتدوب في البق وطعمها جميل وشكلها حلو جدا. أول حاجة عندي الزبدة النباتي دي، أو ممكن تحطي كله زيت يعني براحتك. أنا أخدت معلقتين زبدة نباتي، وعندي زيت الزيتون ده هحط برضو حوالي معلقتين أهو بالشكل ده كده. وبقى عندي شوفان مطحون، عندي كوبايتين كبار شوفان مطحون. ممكن بديل الشوفان المطحون ممكن دقيق اسمر، برضو هيبقى نفس النتيجة يعني. دلوقتي بقى هنحطهم هنضيفهم كده على الزيت بالسمن اهو بالشكل ده كده اهو. وبعد كده حبايبي عندي السكر بتاع الدايت ده، ممكن تحطي نص كوبايه او تحطي اكتر. انا هحط ربع كوبايه بس عشان هنحط لها لسه مربى. قللت انا السكر اهو ربع كوبايه. وبعد كده عندي الفانيليا، هاخد معلقه صغيره فانيليا، وبيكنج باودر هاخد برضو بالمعلقه الصغيره بس هملاها اهو بالشكل ده. ودلوقتي حبايبي هدمج كله على بعضه، هقلب كله على بعضه. وعندي يا اما ميه يا اما بتاع دوت لبن جوز الهند اللي احنا عاملينه مع بعض في القناه. سهل جدا، كوبايه جوز هند على كوبايتين ميه، وبتكون ميه مغليه وبنضربهم في الخلاط وبعد كده بنصفيهم اهو. ولما بيقعد في التلاجة بيعمل السمنه بتاعته دي او الزيت بتاع جوز الهند اهو. بس الاول هندمج كله مع بعضه الاول، وهنشوف هنحتاج قد ايه لبن او ميه. حبايبي بعد ما قلبت الخليط بتاعي اهو بقى بالشكل ده اهو كده. دلوقتي بقى هنحط نص كوبايه اللبن او نص كوبايه الميه، وهنشوف العجينه بتاعتي هتاخد قد ايه. هلمها حلو، هي مش بنعجن، احنا بنلمها لما بس. هتحتاج هي الكوبايه كلها اهو بالشكل ده. وهبدأ ان انا الم العجينة بتاعتي حلو. ودلوقتي يا حبايبي انا حطيت نص كوباية شوفان، لقيتها برضو لسه العجينة ماهية، فانا هحط نص كوباية الشوفان التاني اهو كده، فيبقى اخدنا 3 كوبايات شوفان. هنقلب كده حلو لغاية ما تبقى عندنا العجينة كده متماسكة حلوة. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما حطيت ال3 كوبايات الشوفان على السمنة بالزيت اللي عملناه اللي حطيناهم مع بعض بالسكر بالبيكنج باودر بالفانيليا، دلوقتي بقى الخليط بتاعي بقى بالشكل ده اهو. هاخد ربعه وهحطه في طبق، بس الاول هحط عشان هي العجينه بتلزق، عشان عجينه الشوفان غير الدقيق الاسمر. كان طبعا لو عملناها بالدقيق الاسمر هتاخد دقيق اقل وهتمسك بسرعه، لكن الشوفان بيلزق شويه وبيحتاج ان هو بكميه اكبر شويه. فاحنا دلوقتي هناخد ربع الكميه وهنحطها هنا في الطبق، وهنبدا نجيب الصينيه دلوقتي يا حبايبي. فردت التلات ارباع العجينه حطيتها في الصينيه اللي انا دهناها سمن نباتي او زيت. وبعد كده دلوقتي بقى جبت المربى ديت للدايت، احنا عاملينها في القناه. المربى دي مربى المانجا، هتلاقيها عندك في القناه اهي، او اي مربى انت حباها. هحطها دلوقتي كده على الكيك بتاعنا، وده ربع الكمية لسه هنشكل بيها اهو. هنحط كده المربى بالشكل ده وهنفردها. ودلوقتي يا حبايبي ربع العجينة انا عملتها بالشكل ده، وحدات بالشكل ده. وعملت اول حاجة قفلت حوالين الصينية بالشكل دوت، وبعد كده عملت وحدات، وبعد كده هنرجع نكملها. بس انا بوريكي ان انت تشكليها ازاي. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما شكلت تورته باستا فلورا اهو بالشكل ده بربع العجينه اللي احنا خليناها على جنب،
شكلت بالتشكيلة دي، ودلوقتي بقى هنشغل الفرن على درجة حرارة 350 وهنحطها لغاية ما تستوي وهنطلعها على طول اوريها لك. واهو يا حبايبي ده الشكل النهائي لتورتة باستا فلورا اللي عملناها مع بعض، ودلوقتي سخنة. لما تبرد هنقطعها، وبصي جميلة ازاي وبتدوب في البق دوب. الف هنا، باي باي.